بحضراتكم مرة ثانية، وبنتواصل مع حضراتكم للحديث عن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات ومستقبل الذكاء في مصر. كلمة الذكاء الاصطناعي لأن هو الناس بس معتقدة إن أخدت الذكاء الاصطناعي من أفلام هوليوود، وإن هو الذكاء اللي بيحرك الروبوتس أو الأجهزة اللي هو الإنسان الآلي، وإنه بعد كده هم دول هيحكموا العالم، وإن هم دول هيأثروا على البشر وهيجنبوهم. ولكن الموضوع هو مختلف اختلافا كليا عن هذا الأمر. ومهما كان إن الذكاء الاصطناعي متقدم وبيحاول يحل مشاكل، أحيانا يعجز البشر عن حلها لسبب سرعة المعالجة للبيانات، وليس فقط لضعف البني آدم، لا هو مجرد لسرعة معالجة البيانات. فببساطة كده هو الذكاء الاصطناعي هو معالجة البيانات بشكل سريع، واستخراج منها ما يؤثر في صنع القرار أو اتخاذ القرار، ومعالجة البيانات الضخمة. عشان كده ما نصعبش الموضوع. وعلى فكره الذكاء الاصطناعي مش حديث العهد، يعني مش مجرد ما ظهر شات جي بي تي ولا ظهر كده، لا احنا من 1950 وهو خمسينات القرن الماضي ظهر مع تجربه الان تيرون في حته ان انا يبقى عندي ما يسمى بتعليم الاله او الماشين ليرنينج. ان انا ازاي اقدر اعلم الكمبيوتر او اعلم الحاسب الالي ازاي يقدر ياخد او يقدر يحلل البيانات، فيقدر يطلع منها نواتج وقرارات بناء عليه اقدر استفاد منه في انه يعالج لي كميات ضخمه من البيانات ويطلع لي نتائج في شكل سريع. ده او استمرت الابحاث الى 57 الى عام 1957 الى ان ظهر الاصطلاح الرسمي ما يسمى بالذكاء الاصطناعي او الاي اي الارتفيشال انتليجنت، اللي هو بدايه العصر الحقيقي للذكاء الاصطناعي، واستخدام ما يسمى بمحاكاه الشبكه العصبيه البشريه. يعني هو حكاه بالشبكه العصبيه او الذهنيه للانسان عشان تقدر تنفذ نفس اللي كان بيقوم بالبشر ولكن بشكل بسيط. يعني ايه المحاكاة؟ المحاكاه ان هو يبقى حاجه شبه حاجه. يعني النهارده انا الفكره بتاعتي اللي انا مبتدي دماغي ذهني يشتغل داخل المخ دي في شبكه عصبيه، شبكه خلايا هي اللي بتتحكم، الخلايا العصبيه دي هي اللي بتتحكم في مرور المعلومه او تحليلها. نفس ده تم صناعته ولكن بطريقه ديجيتال، بطريقه كمبيوتر. حتى نلاقي دايما الشعار بتاع الذكاء الاصطناعي هو مخ ولكن جواه نبضات الكترونيه. هو ده الفكره، كلمه اي اي هي المحاكاه لمخ الانسان او شبه صنع شكل شبه المخ الانسان ولكن بشكل الكتروني، يدي نفس الاوامر ياخد نفس ولكن احنا بيحكمنا كيمياء، هو بيحكمه كهرباء. ده الجزء يعني. كلمه بقى الامن السيبراني عشان برضو ما نتخطاهاش، وهو الامن او العلم المكفول به حمايه او عمل التدابير لحمايه المعلومات التي تتداول داخل عالم الانترنت. وكلمه سايبر جايه من هو الفضاء السيبراني او عالم الانترنت. ده ببساطه كده. فده العلم المكفول به ان انا ازاي اقدر احمي بياناتي او احمي الاجهزه المتصله، او حتى نظام الاي او تي اللي هو الانترنت اوف ذا ثينكس اللي هو شبكات اللي هي انترنت الاشياء. ازاي اقدر احمي ده كله من انها يحصل عمليه تسريب او اختراق او فتم تسميته بعلم امن السيبراني او امن المعلومات. ده ببساطه. من المعلوم ان الاجهزه الامنيه في العالم كله بتقوم باختراق هذه المعلومات. فالتعارض فيما بين الامن السيبراني وبين الاجهزه الامنيه اللي بتبقى عملها. طيب خلينا نقول جمله كده مشتهره في امن المعلومات، وهي من يمتلك المعلومه يسيطر على العالم. وحرب المعلومات هي الحرب الاساسيه اللي قائم عليها اي صراع او اي نديه في العالم كله. انا النهارده في جزء كبير من معلوماتنا دلوقتي اصبح يتداول عبر عالم الانترنت، وجزء كبير من بياناتنا بيتم معالجتها عن طريق سيرفرات او طريق اجهزه وخوادم هي اللي بتقوم جمع البيانات دي وتحطها. وشفنا احنا الصراع الكبير اللي دار ما بين قطبي العالم في تكنولوجيا ال5G، ان من يمتلك تكنولوجيا ال5G، لان احنا قلنا معالجه البيانات الضخمه هي اللي تخليني اقدر استخلص منها معلومات، المعلومات دي بناء عليها اقدر اعرف الخصم بتاعي بسهوله. زمان كنا بنشوف الحروب المخابراتيه ما بين الدول في انه من يجمع معلومه عن الخصم عشان يقدر يحاربوا بيها، صح ولا مش صح؟ في حروب الجاسوسيه واجزاء الجاسوسيه. في احد اللي هم العملاء السي اي اي لما خرج من الخدمه كتب كتاب وكتب فيه الان لا تحتاج الى تعيين جاسوس او تجنيد جاسوس، فقط عليك تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. معناها ان احنا بالتكنولوجيا تحولنا الى جواسيس ولكن لا نعلم. ليه؟ لان احنا النهارده بننشر كل معلوماتنا بكل اريحيه، وبندي مؤشرات وتوجهات المجتمع بكل بساطه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
النهارده حضرتك ممكن تكتب بوست وتبقى انت ساخط فيه مثلا على سياسه التسعير، او على نظام الدوله، او على ان النظام المجتمعي اللي انت عايش فيه داخل البيئه اللي انت عايش فيها، محافظه او كانت قريه او مدينه، ان هو غير مدار بشكل جيد. ده بيدي عند الخصم اداره او فكر، ويقدر من خلاله يقدر يتحكم او يعرف يقيس منه التوجه بتاع الشعب ده. وده احنا بنشوفه كتير. ودي بيكون ليه اما حاجه اسمها اتاك باي بريدج، يعني الاختراق عن طريق ممر او كوبري. ان انا مثلا النهارده اكون اعرف محمد، بس انا عايز اخترق استاذ محمد، فانا ابعت له رساله، فبالتالي واقول له ابعتها ل50 من اصدقائك، فبالتالي استاذ محمد هيكون من المستهدفين من خلالي. فلما انا ابعت لك وانت تضغط على الرابط، انا هقدر اعمل ما يسمى باللي هو الفوت برينتنج او سحب البيانات الخاصه بيك. ده نوع من انواع الاختراق. في نوع تاني وهدف تاني من الرسائل ده بيكون حاجه اسمها هجمات حجب الخدمه او الديدوس اتاك. الهدف منها ان انا لما ببعت انا 50 ثم حضرتك 50 والاخر 50، 50 على 50 على 50، ده بيعمل عدد كبير من نقل البيانات، فده بيأثر على الخدمه او الخوادم اللي بتقوم عليها الخدمه فبتوقعها. وانا كنت دايما بضرب مثال بسيط كده، بقول ان احنا كان زمان بنلعب لعبه اسمها الكراسي الموسيقيه. 2 بيلفوا حوالين كرسيين، او واحد او 2 بيجروا حوالين كرسي. فتخيل حضرتك لو 100 حوالين كرسي، كم واحد يقعد؟ ده سؤال. 100 واحد بيلفوا حوالين كرسي واحد والموسيقى خلصت، لو جينا نقعد كم واحد يقعد؟ المفروض انه واحد، يعني منطقي، ولكن ولا واحد هيقعد، لان تدافع المية في وقت واحد على كرسي واحد هيخلي الكرسي نفسه يقع، فبالتالي ولا واحد هيستفاد من انه يقعد على الكرسي. ده اللي بيحصل في هجمات حجب الخدمه. لما في نوع من انواع الهجمات دي بتدار على برامج او تطبيقات بعينها، ده بيكون نوع منه ان هو يوقف الخدمه او يحجبها عن المستخدم. وده كنا بنشوفه دايما حتى في حروب حاليا دلوقتي بتدار بين دول. كانت المبدا او الهجمه الاولانيه بتكون هجمه سيبريه على انه بيوقف الخدمات الحكوميه، ودي شفناها في حرب الروسيه الاوكرانيه، شفناها في الصين عملتها مع اكتر من دوله، شفناها مع روسيا عملتها اكتر من دوله. فالهجمات الالكترونيه جزء لا يتجزا من الحروب دلوقتي، ولذلك هو ده الدومين الخامس في الحروب. يعني النهارده احنا انتقلنا الى ما يسمى بالدومين الخامس في الحروب، وهو الحرب السيبريه او الحروب الالكترونيه. فعشان كده بقول الرسائل دي لا تخترق الحساب بالجهاز بتاعك الا عن طريق، لا اما حضرتك تتفاعل مع الرابط انك تضغط عليه، او انك تنزل من خلاله تطبيق من بره المتجر ويكون التطبيق ده مرتبط بالرابط اللي انت، او تدخل على ما يسمى بالصفحات المزيفه، وان هي دي بتسحب البيانات بتاعتك. يعني يدخلك صفحه شبه الفيسبوك فتدخل يوزر نيم والباسورد، مجرد ما انت بتضغط لوجن، هو بدل ما بيبعتها على سيرفر فيسبوك عشان يدي لك التوكن ان انت تشترك، لا، ينقل البيانات دي للمخترق فيبتدي يشوف البيانات بتاعتك عشان يبقى حريصين. بالظبط، عشان يبقى حريصين بالظبط. في جملة كانت قالتها رئيسة الوزراء البريطانية في الفترة اللي كان انتخب فيها الرئيس الأمريكي ترامب. تمام. ضع يدك في يدي نحكم العالم. وأكيد الحكم هنا ما بتكلمش غير عن الثورة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي والتعامل بالعلم. بالظبط. ويقال أيضا أن ما حدث من كورونا كان حاجة مصطنعة. تمام. يقال. ويقال أيضا أن ما يحدث الآن من الحرب الأوكرانية الروسية هي قياس لكلا الطرفين قوة الآخر، وتجربة بعض أنواع الأسلحة، ولكن ما زال في الجراب السلاح النووي الذي يخشاه كلا الطرفين بشكل كبير جدا جدا. وبالتالي احنا بنتعامل دلوقتي في منظومة علمية معلوماتية عن العالم كله. رأيك ايه؟ طيب خلينا نرجع رجوع بسيط كده لورا. ترامب اصلا قعد في الحكم ازاي؟ مين اللي ساعد ترامب انه يكون على رأس امريكا؟ حضرتك تسمع عن ازمه اسمها كامبريدج اناليتيكا، او شركه كامبريدج اللي كانت ماسكه الحمله الانتخابيه الرئاسيه او الترويج الالكتروني لترامب. هي قدرت تستغل قواعد البيانات اللي قدرت تسربها من شركه فيسبوك، ومن خلالها قدرت تغير في النيوز فيدز او الاخبار اللي بتيجي للناس في التايم لاين بتاعهم، وتقدر توجههم بدل ما هم ينتخبوا هيلاري انتخبوا ترامب عن طريق توجيه ما يسمى بالرسائل السلبيه. ده ما يقال. لا، ده اللي حصل. ده اللي حصل. والازمه دي تم استجوابهم في الكونجرس. هناك تدخل، اكيد تدخل سيبراني. وعلى الرغم من كده هو نجح.
هيلاري كلينتون لم يعني تقف امام ده في سبيل ارساء القواعد اللي موجوده في امريكا. طيب خلينا نقول ان هو اثر. انا عايز بس انا ليه بقولها كده؟ اه دي ناس عايزه بلدها. بالظبط. دي ناس مع ان انا اللي ناجح وانا اللي فايز. لا هو مش حصل تزوير في النتيجه، ولكن تأثير في النتيجه بمعنى ادق. لا انا بتكلم بتكلم ان كان فرق يعني. الاصوات كان قليل جدا. وكان بالعكس ده هم قالوا ان كان الاصوات اللي اخداها هيلاري في الفتره دي اعلى من ترامب، ولكن في انظمه تانية بتحصل في الولايات بينها وبين بعض كانت النتيجه ان ترامب اللي. تمام. النظام الامريكي في الانتخابات يعني اهل السياسه هم اكفأ مني الاف المرات في انهم يشرحوه بشكل ادق، ولكن خلينا انا اتكلم على التاثير على الراي العام. لو تفتكر في اول حديثنا لما قلت لحضرتك ان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اقدر اقيس واقدر اثر بما يسمى بسيكولوجيات الجماهير. يعني انا النهارده لما الاقي الاخبار اللي نازله قدامي ان استاذ محمد ده راجل كويس، استاذ محمد ده راجل محترم، استاذ محمد ايا كان خلفيته، ولكن انا كل التاثير النفسي اللي جاي لي دلوقتي من خلال العمليات النفسيه اللي بتحصل عن طريق السوشيال ميديا، وده اللي احنا بنشوفه على فكره في ارض الواقع. النهارده في بوست ممكن ينزل على مواقع التواصل الاجتماعي يقدر السلم العام، ممكن يعمل قلبان، ممكن يعمل مشاكل. النهارده تعالى لما يقول لك مثلا تعالى كان في نتيجه مثلا الاعداديه من يومين كانت ظاهره مثلا، دي حرب معنويه، دي حرب معنويه. لا دي تدار بقى ما يسمى بالحروب او العمليات النفسيه. ده نوع من انواع الحروب النفسيه، ولكن هي اسمها بنقول عليها العمليات النفسيه لانها تقام على الشعوب نفسها لا تقام على الجيوش. فده بيتم من خلال ايه؟ التجارب الاجتماعيه اللي بتتم من مواقع التواصل الاجتماعي في قياس السلوك، في توجيه السلوك. وده يعني في كتاب كبير كده اسمه سيكولوجيات الجماهير لجوستيف لوبون، اتمنى ان الناس تقراه عشان تعرف قد ايه ان ممكن فريق يسوق فريق. يعني لو كنا احنا 10 قاعدين في اوضه و9 اتفقوا ان اللون اللي موجود ورا حضرتك ده بدل ما هو اخضر هو لون ازرق، انت نفسك هتقتنع انه ازرق، لان في 9 بيقول لك انه ازرق وانك انت شايفه اخضر، ولكن هتقول لعل انا عندي عمى الوان، لعل انا عندي مشكله مش شايفه. فالتاثير الجمعي يؤثر في الفرد. عشان كده دايما احنا بنهتم، وحتى فخامه الرئيس دايما كان بيواجه الوعي المجتمعي، الوعي الجمعي، ما بيسعاش لوعي الفرد. وعي الفرد ده شيء والوعي المجتمعي شيء اخر. احنا النهارده لو لعبنا على الوعي الفردي البلد دي مش هتتقدم خطوه لقدام، لكن لازم نشتغل على الوعي المجتمعي عشان نقدر نأثر ونقدر نتحرك في اتجاه. عشان ما نبعدش بعيد عن السؤال، واقول لحضرتك ان كامبريدج اناليتيكا او أزمة ما يسمى بكامبريدج أناليتيكا هي قدرت تأثر في المجتمع الأمريكي عن طريق استهدافهم بعد تسريب قواعد البيانات، وقدروا يحددوا الأماكن اللي هي لم يتم فيها الاقتراع حتى الآن، وبدأوا يغيروا في النيوز فيدز بتاعتهم بحاجات إيجابية في اتجاه ترامب وحاجات سلبية في اتجاه هنري كلينتون. فده أثر على اتخاذ القرار. طب ده بيتم خلال إيه؟ بيتم بقى من خلال الذكاء الاصطناعي اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة. لو أنا عندي ملايين الأكاونتس وعندي عايز المفروض اعمل لهم عمليه تحليل واشوف مين اللي تم اقتراعه ومين المنطقه، هل ده العقل البشري او الشخص الفرد البشري يقدر يعمله بشكل سريع؟ حضرتك انت رحت اي مؤسسه حكوميه ايام زمان قبل ما يخش الرقمنه او ما يسمى بالتمكين الميكنه، كان بيحصل ايه؟ حضرتك بتخش يقول له انا عايز مثلا كده، فيجيب الدفتر الكبير، روح يا نوفمبر تعالى يا ديسمبر، صح ولا مش صح؟ فتره طويله يقول لك اسبوع وتعالى عشان اكون دورت لك على الفايلز بتاعك. لكن النهارده مجرد ما بيدخل الرقم القومي بتاعك ايه اللي بيحصل؟ كل بيانات حضرتك بتظهر قدامه في ضغطه زر. ده تم عن طريق الاتمته او ما يسمى بالميكنه او الرقمنه، وده كان بيتم عن طريق اللي هو الحاجات البيانيه او الرقميه. معالجه البيانات الضخمه دي لو من غير ذكاء اصطناعي كان هياخد وقت كبير. وصلت الفكره؟ فده ببساطه كده حته تاثير بقى اللي هو المعلوماتيه. ولما انت حضرتك قلت رئيسه الوزراء اللي هي البريطانيه قالت لترامب بنحط ايدينا في بعض نحكم، هي فكره ان هو امتلاك القوه وامتلاك المعلومه. عشان كده الحرب الدائره دلوقتي في العالم هي من يمتلك المعلومه يسيطر على العالم. ده ببساطه. مجالات استخدام الذكاء الصناعي، لا هو في كل المجالات دلوقتي. وعلى فكره احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنستخدمه واحنا مش حاسين. كل الخدمات الصوتيه اللي احنا بنستخدمها تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كل المساعدات اي مساعده بتتم داخل التليفون بتاع حضرتك هي بتتم عن طريق الذكاء الاصطناعي. اي عمليه سيرش حضرتك بتستخدمها سواء في مواقع التواصل او بتتم عن طريق الذكاء الاصطناعي. حتى معالجه بياناتك ونشر البوست وقبول البلاغات او الريبورتس اللي بتحصل على الاكونتس دي برضو بتحصل عن طريق الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي استخداماته في المجال الطبي موجوده، في التشخيص
مثلا في اللي هي الاشعه بتاعه الرنين المغناطيسي والفحص اللي هو الاشعاعي، كل ده بيتم معالجته بالذكاء الاصطناعي، واخد مدخل ليه بعض البيانات، فمجرد ما بيشوف بعض الدلائل داخل الاشعه دي فبيبتدي هو بيكتب الريبورت للدكتور، يقول له الريبورت فيه كذا كذا كذا. مش لازم الدكتور كمان يبص بعينه لوحده، لا كمان الذكاء الاصطناعي بقى بيساعده. في عندنا في المجال اللي هو التجاري النهارده تحليل البيانات اللي بتتداول في عالم الانترنت دلوقتي، بتقدر تحدد ميولك التسويق، فبالتالي اقدر استهدفك عن طريق اعلانات معينه واللي هي ما يسمى بالاعلانات المموله. كمان في المجال السياسي بتساعد صانع القرار انها تحلل له المدخلات داخل المجتمع بتاعه، فبيقدر من خلاله ياخد قرارات لا اما بتصب في صالح المجتمع او عكس مصلحته حسب ما هو بيشوف صانع القرار وتحليله للبيانات. فالداتا اناليسيز او تحليل البيانات النهارده عن طريق الذكاء الاصطناعي بقت متداخله في كل المجالات، المجال البيئي، المجال الصناعي، المجال الطبي، المجال الصحي، كل دي امور الذكاء الاصطناعي متداخل فيها. جميل. من النطاق المصري للذكاء الصناعي، مصر كانت حريصة انها تطلع هذا النطاق اهم ما فيه. اهم فيه ببساطه كده خلينا نرجع ان الميثاق دوت مبني على القانون رقم 2889 او 2889 الصادر عام 2019 عن مجلس الوزراء بانشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، واللي كان الهدف الرئيسي منه وضع استراتيجيه الوطنيه للذكاء الاصطناعي اللي طالع منها او منبثق منها الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي. المركائز بتاعته بتحتوي على 4 امور متفرع منها 4 ركائز. اول حاجه الحوكمه، حوكمة البيانات، ثم البيانات، ثم البيئة اللي هي وضع البيئة المناسبة لذلك، ثم البنية التحتية التي تستخدم بقى في إدارة هذه البيانات اللي تم حوكمتها وتم جمع بياناتها عشان يتم معالجتها. وبده بيصب في الجانب الحكومي اللي هي استخدام الذكاء الاصطناعي في الجانب الحكومي عشان يسهل الاستخدام أو جمع البيانات أو تقديم الخدمات الحكومية للمستخدم أو اللي هو المواطن. كمان في الجانب الاخر من الاستخدام اللي هو التنموي، ازاي اقدر استفاد من الذكاء الاصطناعي ده في عمليه التنميه، ان انا زي ما قلنا صانع القرار لازم يشوف بيانات محلله بشكل جام، فيقول له مثلا والله انت عندك عجز في الجانب التجاري، عندك عجز في الجانب الاقتصادي، فمن خلال البيانات دي يقدر يستقرأ يقول له والله انا عندي ضعف مثلا في وليكن في الاستثمار في الجانب الفلاني، فحضرتك لازم تضخ فيه مبلغ بالشكل الفلاني. ده بيتم عن طريق الجانب البيئي، ونشوف احنا كمان المؤتمرات البيئيه اللي بتحصل. واخيرا البنيه التحتيه، انا النهارده البنيه التحتيه بتاعتي كل ما قدرت اطورها واظبط فيها او اجهزها انها تبقى جاهزه لهذا، فتخليني ابقى فعلا مستحق ان انا اخد لقب الهاب اوف تكنولوجي في الشرق الاوسط، او ان مصر تكون هي محور التكنولوجيا في الشرق الاوسط. ده ببساطه كده الميثاق الوطني للتكنولوجيا. جميل. تأثير الذكاء الاصطناعي في مكافحة التهديدات السيبرانية والخصوصية والأمان. تمام. احنا عندنا جانبين، جانب ايجابي وجانب سلبي. لو جينا على الجانب الايجابي فهو زي ما قلنا انه بيساعدنا في ان احنا ننشئ بعض الادوات او بيسرع عمليه معالجه البيانات اللي ممكن تساعدني في ان انا اقدر اسد الثغرات او اعمل عمليه قفل للثغرات اللي ممكن يتم اختراقي من خلالها. ولكن الجانب السلبي ان الذكاء الاصطناعي زي ما قلنا هو بيعتمد في المجال الاول على ايه؟ بيعتمد على انه بيجمع بيانات. فالبيانات بتاعتي اللي تم تجميعها وتم تحليلها لو ببساطه لما انا ضربت مثال لحضرتك وقلت لك ان النهارده لما بيتم تحليل بياناتي او يتم سلوكي على الانترنت ببساطه كده ايه اللي بيحصل؟ بيتم استهدافي بعد كده باعلانات مموله. يعني على سبيل المثال لو حضرتك النهارده بتدور على ساعه معينه عن طريق اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي او عن طريق حتى سيرش جوجل، مش بعد كده ما انت تدخل على اي منصه بتلاقي يجي لك اعلانات يقول لك الساعه دي موجوده في متجر كذا وموجوده في متجر كذا وموجوده في متجر كذا؟ ليه؟ لان هو حلل البيانات اللي حضرتك عملتها في قاعده البيانات في البحث عن طريق الذكاء الاصطناعي وبدا يستهدف بيها العملاء اللي عاملين دافعين فلوس عشان يعملوا اعلانات مموله فتختار حضرتك. فده ابسط نموذج ممكن نقول عليه في استخدامه. روبرت المحادثه اللي بيعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وتطور الحادث في هذا المجال بشكل كبير، كلمنا عنه. ببساطه كده زي ما اتفقنا ان هو معالجه كل ما يكون عندي كم، هي ده جزء اسمه حاجه اسمها الماشين ليرنينج او تعليم الاله. لو انا النهارده عندي اله قدرت ادخل فيها كم من المعلومات او اغذيها بكم من المعلومات، اقدر ان النهارده اخليها تقدر تديني الناتج، يعني تقدر ترد عليا. يعني مش احنا بنعلم اولادنا عشان بعد كده يقدر يبقى متحدث قوي، يقدر يقرا
يقدر يفهم، يقدر زي ما انا قاعد قدام حضرتك النهارده. هل الكلام اللي انا بقوله ده نتيجه ايه؟ مش نتيجه فترات الدراسه اللي انا درستها فبدات تكون عندي ثقافه وتبقى عندي نوليدج معين، فبالتالي اقدر انت مع حضرتك تجاوب، تسال عليا سؤال انا اقدر اجاوبك عليه. هو ده بالظبط اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي او الروبوتس ان هو داخل له كميه بيانات، هو مجرد ما بياخد سؤال حضرتك بيعمله عمليه تحليل، وبناء على قاعده البيانات الموجوده عنده من المعلومات يقدر يجاوب عليها. وصلت الفكره؟ ده ببساطه. ظهر عندنا نماذج مختلفه من الروبوتس ده، سواء كانت النطق الشفوي او عن طريق ما يسمى بالشات جي بي تي اللي هو المديول، ان انا اقدر اكتب له سؤال فهو يجاوب. دكتور محمد، انا هختتم حديثي معاك بسؤال سالته قبل الحلقه، وهو لدينا القدرات العقليه والذهنيه التي تمكننا من ان نتميز في هذا المجال. تمام. كيف ترى هذا الامر؟ أرى أن مصر فيها عقول وقدرات، وكمان الدولة قائمة على ذلك من 2014 عن طريق مبادرات قامت بها وزارة الاتصالات فيما يسمى برفع القدرات التكنولوجية داخل من عدة مبادرات. كانت في وعي رقمي وفي مواطن رقمي، في أكتر من مبادرة قامت بها وزارة الاتصالات عشان تعمل هذا النوع من الوعي، بالإضافة إلى الجامعات اللي تم إنشائها حديثا زي كلية الذكاء الاصطناعي، كلية مصر المعلوماتية وإلخ من هذه المجالات اللي فعلا بتبتدي تعمل أحد الركائز اللي معتمد عليها الاستراتيجية الوطنية اللي هو الذكاء الاصطناعي، في إن إحنا يكون عندنا القدرات اللي قادرة على إدارة المستقبل لمصر الذكية. كل الشكر والتقدير للدكتور محمد الظواهري، استشاري عفوا استشاري الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، عن مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر والفرص والتحديات. ويا رب تكون الفرص عندنا كبيرة إن شاء الله وقادرين على التحدي. إن شاء الله. شكرا فضيلة الشيخ، شرفتنا ونورتنا. شكرا. نتواصل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل.